بسم الله بديت وعلى النبي صليت، وبحكاية من تراث بلادنا اليوم جيت. حكايتنا لنهار اليوم، هذا زهري وهذا زهرك، حاجيتكم ما جيتكم، على زوج بنات ملاح. أباهم يخدم فلاح، وأمهم تخدم طواجن كبار وصحاح. ما كسبوا من الضنايا غير هادوك البناويت، ومن الرزق غير جنان وبيت، وبقرة وعجلة مربوطة بالخيط. الطفلة الكبيرة بيرها غامقة، والصغيرة في الشغل غارقة. كانت الطفلة الصغيرة طيبة، والطيب يحسبوه بهلول، ما يعرف ما يقول، وخيار القول ثبات العقول. الكبيرة اسمها أم هاني، والصغيرة أم كلثوم، اللي تصبح على شغل الدار، وأم هاني غارقة في النوم. وكانت تتمشى بالحيلة دوم، كانت ما تلبس مليح ولا تقدل روحها، حتى اللي يشوفها يعوفها. حالتها حالة، والناس تقول من خدمة الدار ما لقات لروحها دالة. عكس أختها العوينة مكحلتها، واليد محنيتها، والضفيرة حبل ملويتها، ومن شغل ولا حاجة مخليتها. ولين يطيح الليل ترقد بالخف حليلتها، والناس تقول متهال يا في رويحتها، ولا في حد جايبتها. كانت أم هاني تمشي بالحيلة والمعاني، أختها تنحي الحليب وهي للآنية تجيب، أختها تمخض بالجهد وهي تنحي الزبدة كي توجد، أختها تبشم الصوف وتغزل وهي للكبة تعدل. ويعجبك الخطابة رايحة جاية عليها، وهي تشرط وتتمشرط وراقدة في الخط. في يوم كانت أم كلثوم تطفي في الحموم، تشوف بنية زينة ومضوية كالقمر ولا أكثر شوية، خارجة بتخبية تشوف حبيبها في الثنية. واستغربت كلثوم سمايع أختها، وقررت باش تخبر أمها، لكن استنات تشوف الحكاية وين تبات. الغدوة جوها من بوها يخطبوها، وبالفعل فرحوا بيهم ومدوها، وبشطارتها وفحوليتها حكاو، بالعزة والجلالة جاو، وفي الشروطات فتاو، وزنوها بالذهب والعقيق وما خلاو. وأم كلثوم تخزر بالعين، ما لقات ما تقول غير مبروك وآمين. وصدق المثل اللي قال مولة الشرابل شبعت، ومولة تشناتشن شنعت. آية وشفقت على أختها وقررت تديها لسلفها، وصرات وداها، واللي دراتو في دارهم كملاتو معاها. في يوم قالوا لهم زواجهم نحبوا تخدموا لنا حبل لا يتقطع ولا يتحل. وبدات كلثوم تظفر وتشد حبل يكركر جمل، واختها تظفر وتحط حبل يلعب بيه القط. دخلوا الرجالة، الأول قال وش هاد الحبال للمشنقة فال، والآخر قال ما ظلوا عروة بدون الماء نشرب ونروى. أيا بكت كلثوم وقالت ما تفرش اليوم، قلبي ما هناني لازم نعرف سر أم هاني. وراحت لأختها وبالمشكلة خبرتها، قاتلها أم هاني رجلي ورجلك للغابة وقت مرواح الحطابة، وبالصوت نعيطوا لزهرنا ونصبروا. ومشاو وفوق تلة عيطوا واستناو، شوي هكا وتخرج كلبة بيضة محنية جبهتها تلعب مع أم هاني. هي تجري والكلبة سابقتها، تتلاحى عليها وتلحس في يدها، وخرجت كلبة كحلة نيابها سبق لسانها تتلاحى على أم كلثوم تفك لها حزامها. هي تجري والكلبة تغير عليها، في الأرض طيحتها وبالتراب مرمدتها، وبالسيف لأم هاني سلكتها، وجو مروحين قاتلها. يا أختي شفتي هذا زهري وهذا زهرك، لا تقولي لا اللي سحر لي ولا اللي سحرك.
وكلها وزهروا، وهادو نتوما وهذه أنايا، وحكاية تجيب حكاية حتى لحقنا للنهاية. وش رايكم في حكاية اليوم اللي موراها راح تغرقوا في النوم؟